هم شباب هذه المدينة، قلوبهم متعلقة بسماء التغيير. سألنا شباب المدينة عن ما هي طموحاتهم، ما هي انتظاراتهم من المسؤولين والسياسيين، وهل يشاركون في العمل السياسي؟ فكانت الإجابة كالتالي، لنتابع. مشاهدينا الكرام، معايا واحد من فنانين ديال المدينه ومن الشباب ديال المدينه، احمد ايت الحاج. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا سي اشرف. انا زعما كنحيوك على التغطيه الاعلاميه اللي كدير ابرز الاحداث المدينه واللي كتقرب فيها الجمهور الورزازي الاهم ما تعيشه المدينه والاقليم. هذا واجب. الوغ الموضوع ديالنا اليوم هو المشاركه ديال الشباب في التنميه، وكذلك نسولوهم على شنو هي الاحتياجات ديالهم وشنا هي الانتظارات ديالهم من المسؤولين والسياسيين هنا بالاقليم. انت يا كشاب كيفاش كتشوف الديناميه اللي كتعرفها مدينه ورزازات مؤخرا، وشنا هي الانتظارات ديالك كفنان ابن المنطقه؟ شكرا سي اشرف، في الحقيقه هذا سؤال جوهري وغادي ننطلق من الذات ديالي كشاب، يعني يساهم بشكل او باخر، او على الاقل له رغبه في المساهمه في التغيير الايجابي لمدينه ورزازات. النصيحه الاولى اللي غادي نقدم لنفسي اولا ولشباب المدينه هو اننا ننتقلوا من النضال الفيسبوكي والنضال على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي الى الواقع. لانه لاحظنا مؤخرا واحد الظاهره اللي صراحه ما كتعجبنيش، هو ان الشاب او الشباب الورزازي ولاو اي مبادره والا كيبخسوا فيها. بالعكس، اكيد كاينين ناس ورزازات عندها رجالها. نعم نطمح للتغيير، نعم هناك تحديات، كلنا نشاهد ان ورزازات يعني فيها ربما واحد التراجع على المستوى التنموي، على المستوى الثقافي، على المستوى السياحي، هذا ما مضى، ولكن يجب ان نكون متفائلين. واكيد السيد العام صاحب الجلاله على اقليم ورزازات السي عبد الله جاحظ، نحن كشباب وكفاعلين جمعويين متتبعين الشأن المحلي ومهتمين باهم القضايا اللي كتهم الاقليم والمدينه ورزازات، لاحظنا ان هناك يعني رغبه جامحه في التغيير، وما علينا كشباب الا اننا نتمنوا هذه الرغبه لدى السيد العامل. وهذه كذلك رساله موجهه لكل المسؤولين على جميع القطاعات في الاقليم باش انهم يمشوا في الاتجاه ديال السيد العامل، لانه يعني لاحظنا غير مؤخرا واحد الديناميه غير مسبوقه باقليم ورزازات. وربما السيد العامل المحترم وضع الاصبع ديالو على الجرح، ويعني ويعرف من اين تؤكل الكتف كما يقال، لان اقليم ورزازات كيعتمد على 3 اقطاب اساسيه اللي هي السياحه والسينما والثقافه، وبالتالي يجب التركيز على 3 اقطاب. ولاحظنا ان السيد العام الاقليم ورزازات ربما ركز على 3 اقطاب، منهم الساحه الموحده اللي كنشوف فيها في اطار مشروع يعني التنشيط السياحي. اكيد عطات واحد الجماليه للمدينه، ربما السياح كيجيو هنا وكيستحسنوا هذه البادره، فهذه ما يدل على ان الاقليم لكي يعني تكون واحد الطفره نمويه يجب التركيز على 3 اقطاب اساسيه. سيد احمد، انت كواحد من الشباب، هل انت متفائل بالغد القريب في الديفلوبمون ديال المدينه؟ شوف، اللي كيكون عندك المسؤول الاول في اقليم اللي هو صاحب الجلاله، عنده واحد رؤيه استشرافيه واضحه المعالم وعنده واحد رغبه جامحه في التغيير، فاكيد كلنا امل وكلنا تفاؤل في ان الاقليم ورزازات يعني غيكون عنده واحد المستقبل مشرق بالاعتماد على هذه الاقطاب اللي هضرنا عليها. فاكيد ان شاء الله احنا متفائلين، وهذه دعوه لجميع الشباب باش اننا تكون عندنا واحد النظره ايجابيه للمستقبل ديال المدينه ديالنا وديال الاقليم كامل، فما غيكون خير ان شاء الله. ان شاء الله ونساهموا وندخلوا في التغيير الايجابي والميداني، وتكون اللمسه ديالنا كشباب، تكون اللمسه ديالنا كشباب في التغيير. ما نبقاوش فقط ننتظروا وننتقدوا الاخر، ولكن نكونوا كذلك مساهمين في التغيير وجزء في التغيير. نعم، كنشكروك سيد احمد. السيد احمد هو واحد من الفنانين الامازيغيين هنايا اللي رافعين الرايه ديال الفن الامازيغي. اللقب الفني ديالك إيموريك، احمد إيموريك. كنشكروك مره اخرى. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. والان كنتواجدوا بساحه الموحدين بمدينه ورزازات، ومعايا شباب ديال المنطقه. السلام عليكم. السلام عليكم. بخير؟ كلشي مزيان؟ السلام عليكم. بخير. الوغ الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم هو ما هي انتظارات الشباب من المسؤولين وكيفاش بغاو المدينه تكون. انت كشاب ابن المنطقه، شنو هي الانتظارات ديالك؟ شنو بغيتي يكون في المدينه؟
وخويا ما كرهناش يكونوا جرادي وينزهوا الناس وفرص شغل للشباب راك عارف. نعم. وساحات فين نفوجوا الناس وباش نزيدوا حتى حنا نحافظوا على هذا الفن ديالنا، الفن ديال الركبه. نعم. انت فنان من الفنانات ديال فن الركبه. فن الركبه. نعم. هي من اصل مدينه زاكوره، الاصلي ديال فن الركبه من المدينه ديال زاكوره وحنا سكننا هنا في ورزات ومتعاونين حتى حنا مع الناس وكنفوجوا. الحمد لله. الحمد لله. يعني كتشوف انت بان الطلب ديالك للمسؤولين انهم يهتموا بالساحات العموميه وكذلك بالمرافق الخضراء، يعني بالجرادي ومنتزهات فين وفرص شغل للشباب. نعم. شغل الشباب. نعم. وهادشي اللي كان. الله شكرا. هي مرحبا. ومعايا شباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير؟ الحمد لله. السلام عليكم. انتم كشباب ديال المنطقه شنو الانتظارات ديالكم؟ شنو بغيتوا من المسؤولين؟ شنو بغيتوا تقولوا لهم؟ اذا كما قال السيد مصطفى عديد من فرص الشغل والجرادي اماكن الرياضه. نعم. كتشوف بنا انت ما كتلقاش بلايص فين تلعب مثلا ملاعب القرب الا بغيتي تلعب كره؟ داكشي كاين. انت صديقي ما كرهنا يكونوا شي جرادي مشاريع اللي زعما الشباب يخدموا في نفس الوقت يستمتعوا بهم الناس. نعم. بحال مثلا مهرجان شي. نعم. المهم شي حاجه المهم يستافد بنادم وفي نفس الوقت يخدم فيها. نعم. يعني يتمتع ويخدم. يتمتع ويخدم في نعم. نفس الوقت. كنشكركم شكرا لكم بزاف، كنتمنى لكم التوفيق. بارك الله فيك. الكرام معايا السي عبد العالي فوتوغراف ديال ساحه الموحدين. السلام عليكم السي عبد العالي. بخير؟ بارك الله فيك. انت واحد من الشباب ديال المدينه، شنو هي الانتظارات ديالك؟ شنو كتبغي توصل للمسؤولين السياسيين هنا بمدينه ورزازات؟ انا كشخص فوتوغرافي اولا كنشارك هذه المبادره اللي درتي. ثانيا هو انني كشاب طموح انني كنبغي هذه المدينه ان شاء الله تستمر وتمشي في واحد الطريق اللي مزيان. وانا كفوتوغرافي الحمد لله راني كنشوف واحد التقدم لهذه المدينه هذه، وكنشوف من ناحيه ديال السلطات راهم تبارك الله عليهم راهم غاديين. نعم. واحد التفوق اللي غاديين تبارك الله في واحد التدريج اللي مزيان. وهذا الشيء راه كيبان في المدينه. والحاجه اللي كنطلب انا كشاب وانا اللي كولد مدينه ديال ورزازات هو كنطالب السلطات او المنتخبين ديال هذه المدينه هذه انهم يشوفوا بواحد العين ولو قليل، انهم يشوفوا الدراري بملاعب القرب ومرافق الصحيه والحدائق، حيت الناس راك عارف راه ما عندهم فين يفوجوا من غير الشانطي. نعم. عندك الشانطي راه الطريق هذيك مع انه الناس ما عندهم فين يتبردوا من غير هذيك الطريق. وهذا الشيء كنطالبوا حنا، ما كنطلبوش شي حاجه اللي كثيره. كنطلبوا الناس غير فين تنفس وفين تدير وليداتها يلعبوا، وكذلك الدراري انهم فين يلعبوا كره وفين حتى يتنفسوا. راك عارف قله الملاعب. هذا الشيء ماشي بيدينا حنا، يعني كنطلبوا شي حاجه اللي قليله وراه من حقنا. نعم. طبعا هذا من حقك وكيضمنوا لك الدستور ديال المملكه كمواطن مغربي. فكنشكروك السي عبد العالي. مرحبا استاذ. وهذه بطبيعه الحال رساله للناس اللي بغاو ياخذوا صوره تذكاريه هنا بمدينه ورزازات. مرحبا بكم عند السي عبد العالي. كنتمنوا لك التوفيق كواحد من الشباب الطموحين. مرحبا. ما شاء الله عليك. بمصطلح اللي عنده تصور اللي ما عندوش يتصور. شكرا. بارك الله فيك. الله يكبر.